السلام عليكم واهلا بكم في الفيديو الثالث مع كودك. هنتكلم النهاردة بإذن الله عن 4 أجزاء. أول حاجة ازاي الويب بيشتغل، ايه الفرق بين الفرونت اند والباك اند، الداتابيزز، الراوتينج واليو ار الز. هنبدأ مع بعض ازاي الويب بيشتغل. المتصفح اللي هو الكلاينت اللي الويب بيتعامل معاه، لما بنكتب يو ار ال معين بيكون فيه جزئين. الجزء الاول اللي هو البروتوكول، وغالبا بيبقى HTTP او HTTPS اللي الطلب هيتبعت بيه، والدومين اللي الدي ان اس بيحوله الاي بي علشان نعرف نوصل للسيرفر ده اللي هو اسم الموقع. السيرفرات عادة بتتقسم لثلاث انواع رئيسية. ويب سيرفر ده اللي بيقدم الملفات الثابتة وكمان بيوصل الطلبات لتطبيق الويب. عندنا ابلكيشن سيرفر ده زي الجانجو اللي احنا هنشتغل عليه بإذن الله، ده بيحلل الطلب وينفذ المنطق المطلوب ويتعامل مع قاعدة البيانات وبيرجع الريسبونس. والنوع الثالث هو الداتابيس سيرفر، ده اللي بيخزن ويسترجع وبيعدل البيانات حسب الطلب. بعد ما الطلب يتعالج السيرفر بيرجع استجابة مع كود زي بنشوفه كتير، اولا 200 لو الامور تمام، 404 ان هو غير موجود، او 500 لو في ايرور في السيرفر. المتصفح بيستقبل البيانات ويفسر ال HTML وال CSS ويشغل الجافا سكريبت ويعرض الصفحة بشكلها النهائي اللي احنا بنشوفه. ده باختصار ازاي الويب بيشتغل. ندخل ايه الفرق بين الفرونت اند والباك اند. الفرونت اند هو الجزء اللي اي مستخدم بيشوفه سواء على متصفح الويب او الموبايل ابليكيشن. ده الواجهة، الصورة الخارجية اللي المصمم او المبرمج عاوزك تشوفها وتتفاعل معاها. الواجهة دي ممكن تتبني بطريقتين. اول حاجة اسمها تمبلت ريندرنج، وده اللي هنستعمله في ديجانجو في المشروع بتاعنا بإذن الله. كل ريكوست بيولد صفحة HTML جديدة كاملة، وده بيتعمل ب HTML و CSS و جافا سكريبت، وبنعمل لهم انتجريشن مع ديجانجو بتاعنا، وده مناسب جدا للمواقع التقليدية اللي كل صفحة فيها ثابتة وواضحة. تاني حاجة هو السنجل بيج ابليكيشن، ودي صفحة واحدة بتتعامل مع الطلبات بدون ما تعيد تحميل الصفحة كلها. التفاعل بس بيكون على الجزء او الكومبوننت اللي محتاج يتغير. ده بنعمله بفريم ورك زي رياكت، بيشتغل مع جانجو عن طريق API بنرجع بيها الداتا بشكل جيسون من الباك اند. الجزء التاني هو الباك اند، وده اساس عمل اي موقع او تطبيق. ده المخ اللي بيستقبل الطلبات ويحللها ويقرر هيرجع بايه ويعمل ايه ويخزن ايه. هنا مكان اللوجيك كله. ده الجزء اللي هنركز عليه في الكورس بتاعنا بإذن الله. تالت حاجة هي قواعد البيانات او الداتابيزز. قواعد البيانات ببساطة هي المكان اللي بتخزن فيه كل المعلومات اللي التطبيق محتاجها، سواء بيانات مستخدمين، منتجات، مقالات، صور، اي حاجة. ده المكان اللي بتخزن فيه المعلومات بتاعتك. دي نقدر نعتبرها كأنها دفتر كبير منظم، التطبيق بيروح له كل ما يحتاج، يجيب معلومة أو يسجل معلومة جديدة. قواعد البيانات نفسها بتتقسم لأنواع كتير، أشهر نوعين منها قواعد بيانات ليها علاقة ببعض، وده النوع اللي فيه جداول كده زي الإكسل بس أقوى شوية وأدق. أمثلة ليها MySQL، PostgreSQL، SQLite. هنلاقي فيه جداول للمستخدمين، جداول للطلبات، جداول للمنتجات، كل جدول ليه أعمدة وصفوف، وهنفهم ده مع الوقت. قواعد بيانات غير علائقية ملهاش علاقة ببعض اللي هي NoSQL، وده بنخزن فيها البيانات بشكل مختلف مش شرط جداول، بيدي مرونة أكتر للمشاريع الكبيرة زي مونجو دي بي أو فاير بيز. اللي بيحصل إن الباك إند لما بيبقى محتاج بيانات بيبعت طلب لقاعدة البيانات دي، وقاعدة البيانات ترد بالمعلومات، والباقي الباك إند بيتصرف. هنتكلم دلوقتي عن آخر حاجة، الراوتينج أو اليو ار ال اس. هو ببساطة هو اللي بيحدد كل عنوان في الموقع بيروح فين. هو عبارة عن الخريطة، لو المستخدم دخل على الدومين ده رجع له الطلب ده. ببساطة هو الرابط بين اللي المستخدم هيكتبه والفانكشن اللي احنا عاوزينها تتنفذ في الباك اند. هنفهم ده كويس قوي في التطبيق بإذن الله. ممكن كمان نحط متغيرات في اليو ار ال، زي نكتب مثلا اي دي مختلف فده يرجع لنا صاحب اليوزر بتاع الاي دي ده. هنفهم ده مع بعض بالتفصيل، وهنفهم كل الكلام ده بإذن الله مع التطبيق. مهم جدا بس نعرف شوية المصطلحات ديت، لأن ده هنكرره كتير في شرحنا بإذن الله، ونبقى فاهمين الدنيا ماشية ازاي. شكرا، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.